بمناسبة عيد المرأة دائما اجتمعت ممثلات عن النقابة الوطنية لعمال التربية لولاية مستغانم بمدقنة محمد بن أحمد عبد الغني، حيث كانت لهن عدة نشاطات تربوية وترفيهية أبرزن فيها دور المرأة الجزائرية في تربية الأجيال الناشئة. المراسلة لموسى بلعيدي. إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عرفانا وتقديرا لمكانة المرأة، تنظم اليوم النقابة الوطنية لعمال التربية في هذه المناسبة احتفالا يخلد المرأة العاملة عامة والمرأة النقابية خاصة، حيث ارتأت النقابة أن تنطلق برنامج كالآتي: تقديم شهادات تقديرية والاستماع إلى بعض القصائد الشعرية، كذلك بالإضافة إلى تكريمات متنوعة للإطارات النقابية النسوية. وبالمناسبة سيتم اليوم الإعلان عن ميلاد التنسيقية الولائية للمرأة العاملة تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية. كما نتمنى المزيد من الرقي والازدهار للمرأة العاملة والمرأة الجزائرية خاصة. بهذه المناسبة نهنئ كل النساء الجزائريات بدون ما ننسى النساء الفلسطينيات المناضلات. وشكرا. تحية عطرة، تحية فواحة تواقة مليئة بالتقدير والعرفان إلى كل الزميلات في ميدان العلم ورحاب التربية. أتقدم إليكن باحترام الكبير ولكن واحترام أكبر لهذا المنبر الذي يجمعنا في ظل تكوين جيل في مستوى التحديات، ودوركن كنساء في هذا المجال بالذات لا يقل شأنا بل هو الشأن كله، والركيزة التي بها نبني قواعد البلاد وترسى بها نفوس وعقول العباد. في دمهم إن الجزائريات إذ يجمحن بركانا، وإن خير نساء الأرض أجمعها أم الجزائريين إذ تسكيك إيمانا. قد صاغها الله من طين ومن حمأ، وقال كوني فكان الطين رحمانا. فكم تحملت بالفادين صادقة، وكم تحملت أعباء وأشجانا. بنت الجزائر حافيتي عرجاء تخطئ أحيانا وأحيانا. يا أخت كل أخ ألقى أعنتها نحو الزحام ولاقى الحتف جدلانا. يجود بالنفس للأوطان في فرح، والجود يبغي به لله رضوانا. حييت واهبة يا خير من رضعت، وخير من سهرت تهديه أوطانا. الجزائريات وخاصة الطاقم التربوي لمدينة مستغانم، أتمنى لهن كل الخير وكل النجاح وخاصة التألق في مشوارهن، وأقول كل سنة وأنتم طيبات.